نفرهرو. القطعة اللي قدامنا دي أهم قطعة أثرية في تاريخ البشرية كلها، الماسك الشهير بتاع الملك الشهير الملك الذهبي الملك توت عنخ آمون. طبعا صوره مشهورة جدا، موجودة في كل كتب التاريخ وفي كل الكتب السياحية وعلى بروشورات كل شركات السياحة. كل الناس في العالم كله بتتسابق ان هي تيجي مصر علشان تشوف الماسك ده بالتحديد. هو قطعة فنية يعني ملهاش مثيل ابدا في الدنيا، بصرف النظر عن ان هو مصنوع من الذهب او غير الذهب، بس الشغل كمان اللي فيه يدل على موهبة ملهاش مثيل من الفنان المصري القديم. اي حد بيشوف الماسك ده لازم عقله بيطير، لازم على طول بيقع في حبه، لازم بيعشق هذا الماسك. كل ما تبص له من زاوية مختلفة تلاقي تفاصيل جديدة، تلاقي تفاصيل دقيقة جدا، وكل تفصيلة أجمل من التانية. كل ما تغير الإضاءة تلاقي شكل الماسك بقى مختلف، كأنك بتتفرج على ماسك تاني خالص. على فكرة الملك توت احنا كلنا عارفين طبعا مات في سن 18 أو 19 سنة. محدش في ذلك الوقت كان متوقع ان الملك هيموت في السن دوت، فالفنانين اللي اشتغلوا في الماسك كانوا مستعجلين جدا. تخيل بقى لو الفنان ده كان عنده وقت وبيشتغل على مهله، يعني لو زي رمسيس الثاني كده عاش مدة طويلة والفنانين قاعدين شغالين براحتهم، لا دول كانوا مستعجلين، ومع ذلك طلعوا لنا النتيجة المبهرة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. الماسك ده وزنه 11 كيلو جرام من الذهب، مضاف إليه زجاج ملون على شكل العقيق واللازورد والكورنالين والأحجار النصف كريمة المختلفة. الماسك دوت طبعا موجود في المتحف المصري بتاع التحرير، وهيتم نقله خلال أيام، وهتقدروا تشوفوه في الجيم في المتحف المصري الكبير لما يفتح إن شاء الله.